بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هبالة هجاب خوشتبي تمامتيا صحبات منسر الجمعة كنت كتاب الصلاة كتاب الصلاة كتاب الشيخ عبد العظيم بدوي الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز أمدقهشتنا بما تدرك الجمعة يعني كنجي مروف دي حاصلة جمعي بتن يعني كنجي دي نبيجة جمعي بمروفية حساب كرني صلاة الجمعة ركعتان في جماعة نبيجة خطبه جمعي دو ركعة جماعة بين كرني يعني معناوي چیه اگر ایک الملاخو بکتن گوهی خودتا ملای نابد جماعت بتشارك عدل ويري بكتن مثلا مروفا كنساخة جنكال مالي بتيكا امروفا كمسافرة الفندق اخو هنگي دي تشارك عدل كتن ياجي كمسافر بتحقي دور كعدل جيهي قلت فمن تخلف عن الجماعة ممن لا تجب عليه الجمعة او كان معذورا صلى الظهر 4 ركعات هر کسی که نه تنویج جمعی بر عذر که شرعی بر انساخیه که بارانک هد جواره بیجین جنکل ماله اوه هنه هنگی دل مال خود 4 ركعات کتن ان يتخون نویجا نیورویه عن ابي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فقد أدرك الصلاة هر کسی که ایک رکعت بگه تنویجا خود بی او هنگی گهش تنویجا خود بی شوا طبعا ما دو ركعتين اگر تو گهشت ركعت هيك او بتحساب نويج كامل اگر تو گهشت ركوع نويجا خطبه ركوع هيك يعني ركعتها هيك والركوع درستاهي ان هر نويجا جماعتي بتن درستاهي تقول الله اكبر تهاتي ملاية ركوعي ده الله اكبر سبحان ربي العظيم تجارك يجب درستاي قوتي تبشتا خوك جمانت اتقال إمامي شني ما نقول سمع الله لمن حمده تجب سمع الله لمن حمده أو ركعته بتحسب بلا تو الحمد نخيني كانجي ركعته ايكي چه نبيجا خد بدا بت انهر نبيجا قديا فرض بتن اگر تو گهشتيا ركعته دويجك بو نبيجا خد بي طبعا بو نبيجا خد ببتني تجيش ركعة دويجيك بو تحسابه بو نبيجا خد بي بشتي الصلاة ملاي يا ملا تدي من تجيش ركعة دوي ركعة يكشتها شوي بشتي الصلاة ملاي تدي رابي ركعة دويكي بدي تحيات أخويني للصلاة بدي أجر تجيش ركعة دويت الركوع ده سبحان ربي العظيم وبدرستهي تقولي الله أكبر دو تكبيرة بيجي تكبيرة ايكيا بيجني تكبيرة الإحرام تكبيرة دوية انتقالية قيام بو ركوعي سبحان ربي العظيم تجارك يجب درسها يقولي ان دو جان سيجا مثلا او نفيجا خد بيبو تحسابه سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد دي بشتي ملا صلاة ودتن دو جرى دو ركعات تخكي دو ركعات ديكي يعني بتحساب النبيجا خد بهر دو ركعات ديك يعني بشتي صلاة ملاي دي رابي دو ركعات تخكيه اما اگر تهاتي وبشتي ركوعي بتن ركعات دوية تهاتي قايشتي سمع الله لمن حمده آن سجودي آن تحياتي بوتا خيرا جمعي دياتتا بس تدي 4 ركعات نبيجي تخو بشتي صلاة ملايكي درس 4 ركعات كي تنا قايشتي چه ركعتا شركعات نبيجا خد به خيراوي ديجهتته بس تدي 4 ركعاتك تدي 4 ركعاتك وكيف في غمري صلى الله عليه وسلم بيجد من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فقد أدرك الصلاة تنبيه كده دينا خشك برايت خو طيبتي ظلامة بحثوان بكين جحيلة ما تشم مجبوري حفت روجا جارك تبي ياخذ بي وي جاري تبكي غاري وبقي ياخذ بي ونجي هي وقعت الدعاء نجي هي جهه نبيجي ونجي هي تشم مجبوري وكان بكي برا تم هيباني خدي محاول بكزي ورا سري خو بشو جلك توب حقش كبر خو بلا سورة بخو ركعتها وسنتها ونبيجا قرآن وذكري بك صلوات بدا
حتى وقت خطبه قوي خطبه ملاي بشتينجي نبيجا خطبه درس ديال بك او 2 ركعات 4 ركعات بك باشين كي ولا مالا خو ابا خير كامل خير دهر وش هشت تبرا وخطبه پیغمبر صلى الله عليه وسلم كنت في حديثان بيجت الصلاه قبل الجمعه وبعدها يعني سنه البري نبيجا خطبه وبشتي خطبه. حديث أبو هريرة رضي الله عنه كحديثك صحيح أبو داود رواية كريه دبيجة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن قال صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة روايتك هذه برنج جمع إشارة بدابي من غسل واغتسل وبكر وابتكر يعني من غسل واغتسل علماء بيجن هر كسك سريخو بشوتن يا سريخو بشوتن جنابتي يعني كل بيجني سريخو بشوتو بشوت جام بشوتن وبكر وابتكر يعني بكر لس رابيبا وقستا مزقفتكر وابتكر ساعدت أولي جاشتا خطبه قوي خدايه تفري وتهانيدا بيجت من اغتسل يوم الجمعة ثم أتى الجمعة نينا بصرمانك سريخ بشوتن طبعا سريخ شوي برنجي جماقوتي نينو كت خدشيكي سميلت خدشيكي بنكفشت خدشيكي عورتي خو عورتت عيبنا ميت عورتها بتراشي خو باخجو بجينكي سر خو باش بشو جلكت خويد نيبكي بر خويد مرتبيت كشخه نبجلكيت نبستني ويد نزاتش طبانه ويانيت تصوير السر يانيت هندك نبسينت حرام السر تازه بيا مزقفتي هكتو هاتي فصلى ما قدر له هندي خدو بتحسكر ونبي سيتو بخو السنة بكي 10 سنة 20 سنة 6 سنة بكي ركوعت وانا وسجودت وانا وخاندناوات دا دريج بكي ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته وقت خطيبي خطبة خويني أنا بجني ملاي عن شيخي دست بخطبة خوي كيف تخو بيدنكي ونبي جنكي خلاص قوي خبدي خطيبي حتى خطبة خلاص كتن ثم يصلي معه بيش نبيجا خلاص كتن توجد درك عادة نبيجا خطبة ديال إمامي بكي غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل 3 أيام شو ياخذ بي حتى ياخذ بيكو حفت روجين قلنا هتايد بيتك همدينا غفراندنا وجيبرني وزيدا بالي السير وجديد يعني الدهر وجا خذ دي قلنا تغفرين ده قلنا نين دي خذ خرابه النبي سدرا دي درجات ومرتبه الخبلن كتن دي بحشت برسقيتا كتن دي تباريزتن مجبي مصدر هيا فمن جاء قبل الجمعة فليصلي ما شاء من غير حصر شيخي قلت هر كسكي هاتا مزقفت بري خطبه هندي بخطبتن بحصر بفبرين بتحديد كرنا جمارة ركعتا هندي تبخو بكي درستا حتى يخرج إمامه حتى إمامش غرفة خدر كابتن شمال خطيتا مزقفت بو خاندنا خطبه أما ما أما ما يعرف اليوم بسنة الجمعة القبلية أما أفرك هندك مزقفتا هند عادة هذه قازيكة مؤذن صلوا صلاة الجمعة فمما لا أصل له بشكل قلت شا أصل بنينا نا پیغمبري ونا صحابي ونا تابعي ونا إمامة مازن أبدا نكريا ونقول يجيك فإن من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ بلال من الأذان أخذ في الخطبة يا معلوم بي سادم پیغمبري إيك بانك هبو هما دا صلاف كتن سر من بري دارون تخاري مؤذن بلال دارابتبه رضي الله عنه دا بانك دتن بشتي بانك خلاص كربا مباشرة پیغمبر خودی دست بخود بکتن ولم يقم أحد يركع ركعتين البتة أبدا كسك مصلي نبيشكر نراد بوه شنك دو ركعتا و 4 ركعتا بكتن أبنا بوه ولم يكن إلا أذان واحد ما برنج جيكوتي تني بانجك تني بيوت هذا داني فمتى كانوا يصلون السنة معناوي سنة نبو سنة نهات يكرني حتى ما بحسي عثمان يجي رضي الله عنه كبانج دوي سادم عثماني دركتيا أم بانج أولي أم بيجين إمام عثمان يجي بانج أولي نن مزقفت الدال غير مزقفت الدال سيكي تندا بشتا مؤذنة كي هراويري بانج ده بري وقتي بساعتك مثلا ساعات البقاوي ساعتك 2 ساعات نيم ساعته داخل بزاند وقت خطبه هاتي چكي وكي بقاوي توقيت وساعات وبانج وسماع نبينا دا بتا ريك خوش كرنك بو خلقي زيكا بينا مزقفتي إذن دا بانج دتن دا او بازارت خو سيكت خو تجارت و بازرگاني خو هيلن دا قستا مزقفت مالي كن سري خو شونو دا اينا مزقفتي يعني نماك عثماني كر رضي الله عنه نماك پیغمبري كر صلى الله عليه وسلم لو ما قالك جرى إشكال شد بتنا بين
مصلية ده هندك راد بن درك عدد سنة تكين هندك نارا بن ملاد بيشت هندك بكن بيشت هندك هناكن بيشت هندك بدعيات بيشت هندك سنة يعني أف خلاف وإشكال هني تشد بن ويا شمي باشتر أبيت وقتها مزجفتي بخو جالك سنة بكي بردوام بسر كرنا سنة بقى بمدو بانقادين رجع خطبه وهر دوج المزجفتي هر دوج تقريبا نزيكي كان بخو هر سنة بكي خو بانجي ايكي جكا بانجي ترابي سنة بكي نجبر سنة الجمعي جبر سنة حديث پیغمبري كو هندي تو بشي بخو بري خطبه سنة بكي هنجي درسته اما تو بيا مزجفتي اورينا خارج شو سنة انا كي شو ذكرانا كي وقت بانجي شنيكا ترابي دركات سنة بكي يعني بجنته وانا كي مخالفي سنتي وأما بعدها فإن شاء صلى 4 أو 2. أما بيشتي خطبة يعني بسيارة كيف كتب السيدة با رواتب هنا هذا بيجم رواتب الدفع أخنا عالمة بسرمانة رواتب بري نبيجا خطبة روجا نيفرو روجا خطبة نيفرو نينا هم هديت بخو بكي سنة دسة بس رواتب بيشتي نبيجي تهين تحققي 4 ركعات بكي تحققي 2 بكي حتى عندك 6 ركعات جيت كريم 4 المزقفت بالمالي عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم الجمعه فليصلي بعدها 4 انا كيك شو نبي ياخذ بكر يا سنه اوامر في المزقفت نبي ياخذ بكتني سنه 4 ركعات بكي يعني دو سنه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي بعد الجمعه حتى ينصرف فيصلي 2 في بيته. وحديث امام البخاري ومسلم مش عبد الله بن عمر روايه كريا رضي الله عنهم بيجت پیغمبر خدا صلى الله عليه وسلم بري نبيجا خطبه شو سنت نكرينا اما بيشت نبيجا خطبه داشته مال اخو 2 ركعات سنت كتن 2 ركعات سنت كتن اما كرتي هندك تجبين ما بحث كرك ياخذ حس كتن درس بيتن دي آداب يوم الجمعه دي بحث كين كانت شيا باشان بكين حتى جاري قديم جهينا هيك دعاء خير وقت كن جمعه بكن خد تعالى طاعته مش ما قبل كتن مدى ديني مدى شهرزاب بكتن إيمانا مقائم بكتن دلت مباقش بكتن مش نبيان وكربو كيني خلاص كتن رب العالمين فينا خوشي سرملتي مو عالمي بصرمانا راكتن خد تعالى جهر قديم سر فراس الدنيا بختور بجين القيامة جك أمة إسلام بين حساب كرني وهجمارتني آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.